ميكانيك اوتو، معلومه اختصاص الميكانيك. اليوم غادي نهضروا على واحد البرودوي ديال دي دبليو 40 اللي هو هذا البرودوي جميع الميكانيسيين تيعرفوه وتيعرفوه مزيان وتيعرفوا الاستعمالات ديالو وتيعرفوا لاش كيليق هذا البرودوي هذا البرودوي ما خصش يكون غير عند الميكانيسيين بوحدهم، خص يكون عند اصحاب السيارات العاديه، وخص يكون عند الشيافر ديال ديال النقل الكبير، يعني السائق المهني. خص يكون اي عربه كتمشى في الطريق خص يكون فيها هذا البرودوي نظرا يعني الاهميه ديالو، حيت هذا البرودوي مهم بزاف يكون عندك في الطوموبيل، وغادي يفكك من بزاف ديال الحوايج اللي غادي نشرحوا في هاد الفيديو، وغادي ينقص عليك بزاف ديال التكاليف في السياره ديالك. يعني الا كنتي عرفتي الاستعمالات ديالو كاملين غادي ينقص عليك بزاف ديال التكاليف في السياره ديالك. اول حاجه غادي نشرحوا هو المعنى ديال دي دبليو 40. ثاني حاجه غادي نشوفوا هو الاستعمالات ديال هذا البرودوي. هذا البرودوي اللي عندي في الطوموبيل فاش نقدر نستعمله ولا شنو نقدر ندير به. اول حاجه هذيك الدي دبليو 40 شنو كتعني؟ دي دبليو كتعني واتر ديسبليسمنت، يعني عازل للماء. هذا هو المعنى ديالها بالونجلي، يعني عازل للماء. وهذيك 40 اللي قدام دي دبليو اشتو كتعني؟ كتعني ان هذا البرودوي توصلوا ليه دوك اللي صنعوه من بعد ما داروا 40 تجربه عاد وصلوا لهذا البرودوي. هذا الشيء علاش سماوه دي دبليو 40 او لا سبب التسميه ديالو دي دبليو 40. هذا هو السبب علاش سماوه دي دبليو 40. ثاني حاجه كي قلنا غادي نشوفوا الاستعمالات اللي نقدر نستعمل هذا البرودوي. انا عندي هذا البرودوي في الطوموبيل ديالي، شنو نقدر ندير به؟ اول حاجه نقدر نستعملو على دوك البولونات اولا الفيسات اولا الكروات اللي ما تيبغيوش يتحلوا، تيكونوا مصدين ولا مسدودين شحال هادي، حيت اي واحد عنده طوموبيل تيبغي يديباني راسو بعض المرات، تيبغي يقاد شي حاجه لراسو. يعني ما فيها باس، يعني بنادم عنده طوموبيل ما فيها باس يقاد شي حاجه لراسو، ولكن بعض المرات تيتلاقى مع شي بولون ولا شي كرو ما تيبغيش يتحل ليه، تيعكس معاه ما تيبغيش يتحل. الحل هو هذا الدي دبليو 40. غادي ترش عليه واحد شويه من هذا البرودوي، وغادي تسنى واحد 2 دقائق. يعني ماشي غير ترش وتمشي تحل، لا، رش وتسنى واحد 2 دقائق حتى يدخل، حيت هو تيسرح مع البولون ولا الكرو ولا الفيس انت يدخل. يعني غادي تسنى واحد 2 دقائق، عاد سيري السر وحل البولون ديالك اولا الكرو ديالك. هذه اول حاجه، يعني كيسهل لينا البولونات اللي ما تيبغيوش يتحلوا ولا الكروات اللي ما تيبغيش يتحلوا، تيسهل علينا اننا نحلوهم بالزربه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي ان جميع الطوموبيلات كتلقى فيهم بعض الضرابي. يعني تتلقى طوموبيل مجروحه من شي قنت، تحكت مع شي طوموبيل، تحكت مع شي حديده، تتلقاها مجروحه من شي بلاصه، من الباب، من الليزان، يعني طارت الصباغه ديال الطوموبيل. الا طارت شنو كيبان؟ كتبان الطوله، كيبان الحديد من الداخل. هذاك الحديد الا بان كيتعرض للعوامل الخارجيه ديال الجو اللي كتخليه يصدي. يعني الصباغه الدور ديالها كتحبس لي، كتغطي لينا الحديد باش ما يصديش، ولكن الا طارت الصباغه الحديد غادي يصدي. اي بلاصه في الطوموبيل طايره فيها الصباغه اولا تجرحات، رش عليها هذا البرودوي، ساهله. هذاك البرودوي تيلعب الدور ديال الصباغه، ان هذاك البرودوي تيحبس لينا هذوك الجرحات اولا هذوك البلاصه اللي طاير فيهم الصباغه انها ما تصديش. هذا البرودوي تيشكل لينا واحد العازل على الجو باش هذيك البلاصه اللي طارت ليها الصباغه ما تصديش. يعني هذه راه باينه، يعني تجرحات لك الطوموبيل من شي بلاصه، طارت لشي بلاصه منها الصباغه، رشت عليها هذا البرودوي باش هذيك البلاصه ما تصديش وتبورى وتولي في التصواب ديالها يولي مكلف. يعني حتى الطوموبيل الا تجرحات من شي بلاصه ولا تضربات من شي بلاصه ولا طارت الصباغه من شي بلاصه، ديتيها لشي طولي ولقاها انها مصديه بزاف، راه غادي يحسب عليك ثمن زايد. لقاها ما مصدياش، الخدمه راه غتكون فيها سهله. يعني اي بلاصه طارت منها الصباغه رش هذا البرودوي على هذيك البلاصه اللي طارت منها الصباغه، حيت هذا البرودوي تيشكل واحد الحاجز ولا واحد العازل على الجو باش هذيك البلاصه ما تصديش. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه، حنا قلنا طوموبيل ما تجرحات ما تضربات ما طارت صباغه. اي طوموبيل في المغرب ولا في العالم، خصوصا في المناطق الساحليه، كيتعرضوا للبوراج.
كتكون غادي حتى تيبان لك الباب من التحت، شد فيه واحد شويه البوراج ولا القناه ديال الدجاج، بداهم البوراج حيت هاد البلايص هما مناش كيبدا البوراج. البلاصه اللي بان لك فيها البوراج رش عليها هاد البرودوي. يعني ما عندكش مثلا باش تصلح هذاك البوراج، غير يبان لك نقطه ديال البوراج رش عليها هاد البرودوي. علاش؟ باش هذاك البوراج ما يسرحش. يعني البوراج تيبدا بنقطه، الا خليتيه هكاك غادي يولي غادي تيولي لك في 10 سنتيم في 20 سنتيم هكاك، وغادي تيكبر حتى يولي يعني كبير بزاف. وإلا كبر بلاصه البوراج الاصلاح ديالو كيكون مكلف. ماشي الا كانت عندك غير النقطه ديال البوراج كتحبسها تم، غير تبان لك يعني النقطه ديال البوراج في السياره ديالك، غادي ترش عليها هاد البرودوي هذا باش ما تنتشرش هذيك، باش ما تنتشرش، حيت النقطه ديال البوراج دايره بحال السرطان الله يحضر السلامه، كينتشر. اولا هذيك النقطه ديال البوراج كتكبر، وخصوصا في المدن الساحليه، المدن اللي فيها البحر. يعني البوراج، يعني الناس اللي عندهم السيارات في المدن الساحليه راه تيعانيو مع البوراج. يعني الا بغيت تحبس البوراج تم في هذيك النقطه، هو مرات لا رش هذا البرودوي على هذيك النقطه ديال البوراج باش تحبسها في بلاصتها، ما تخليهاش تكبر. هذه هي ثالث حاجه. رابع حاجه هي القفوله ديال الطوموبيل، قفوله ديال البيبان، قفوله ديال المالا، قفوله ديال الكابو. يعني مع المده هذوك القفوله تيديروا واحد الاصوات اولا تيتعكسوا، ما تيبغيش يتحل، ما تيبغيش يتسد. اشنو تيديروا الناس؟ تيديروا لهم لا كريس ولا تيديروا لهم الزيت. خطا كبير، خطا كبير دير القفل ديال الطوموبيل الزيت اولا لا كريس. علاش؟ حيت داك اللي صنع الطوموبيل كون بغى يدير لا كريس اولا الزيت لهذاك القفل ديال السياره، دوك الناس اللي تيشريو طوموبيلات دوبل في كيتحل القفل ديال الطوموبيل غادي تلقى فيه لا كريس ولا تلقى فيه الزيت. داك اللي صنع الطوموبيل ما دارش فيه هاد يعني راه ماشي صعيبه عليه يدير لا كريس ولا الزيت في هذاك القفل ديال السياره، ماشي صعيبه، سهله. ولكن لا، ما خصكش دير الزيت او لا يعني لا كريس في القفوله ديال الطوموبيل. علاش؟ حيت كيجمعوا الغبره، انت كتزيد الزيت والغبره كتجمع، داكشي مع المده تيتدكس تما وتيعمر حتى داك القفل تيطبلوكا بمره. القفوله ديال الطوموبيل بغيتي تهلا فيهم وبغيتي تبرع على القفوله ديال الطوموبيل، هو ترشهم بهذا البرودوي هذا، هذا البرودوي ديال دي دبليو 40. رشيشه خفيفه وخليه يمارسي راسو صافي. هذا هو الحل. يعني ما دير لا زيت، ما دير لا اكريس. خامس حاجه، يعني شفنا دابا رابع حاجه هي القفول ديال السياره، يعني الا بغيتي تكريسيهم يعني خصك ترشهم بهذا البرودوي. خامس حاجه، الا يعني بغيت تنقي الموتور ديالك وبغيتي تنقي الجنبات ديال المحرك، يعني فاش كتهز الكابو ديالك كتشوف الموتور اما كيخلعك بالوسخ اللي فيه وبالغبابر وداك التخربيق اللي فيه، اما كتلقاه نقي كيشعل. يعني انت تحت هذاك الكابو بغيتي تنقيه، الموتور، الفلتر ديال يعني ديال البرد، كاع دوك المكونات، السيرفو، كاع دوك المكونات بغيتي تنقيهم وتردهم كيشعلوا، غادي ترشهم بهذا البرودوي هذا. غادي ترشهم رشيشه خفيفه بهذا البرودوي هذا، تخليه واحد 2 دقائق وتجيب شيفون. ماشي ترشو وتخليه، لا، ترشو وتبعو بالمسيح. يعني ترشو وتمسح، تمسح مره جوج ثلاثه حتى ثلاثه المرات، تمسحو مزيان. تمسح المسحه الاولى تحيد الشيفون تجيب شيفون جديد، تمسح المسحه الثانيه تحيد الشيفون تجيب شيفون اخر جديد، وتمسحو المسحه الثالثه تمسحو مزيان. هكا غادي يرد لك يعني الموتور يعني كيشعل. هادو هما يعني الاستعمالات ديال هاد البرودوي ديال دي دبليو 40. داكشي علاش مهم يكون عندك في الطوموبيل ديالك، حيت مهم يعني الانسان هاد الاصلاحات ولا هاد المسائل اللي قلت كاملهم يقدر يديرهم راسو، ما يمشي عند لا معلم لا والو. يعني يقدر يدير راسو هاد البرودوي يستعملو راسو. وهذا ما كان، والسلام عليكم.